مساء النور والسرور، أهلا بالجميع في قناة زهراء الجزائرية أم ساجدة. عدنا والعود أحمد. اليوم جبت لكم وصفة سهلة. كما شفتوا عندنا يومين ودرت لكم ربيت الخبز درت به لاشابلير تحضيرات رمضان. عندنا هنايا كي سيحنا الخبز قلعنا الرقيقة اللي باغي نخلوها لرمضان، الفوقانية اللي تبقى لنا راح نخدموا بها تحلية تجي شابة وبنينة بابا على طريقة تاعي انايا. كما كنتو تشوفوا خيرت الخبز هذاك الفوقاني اللي قعد لي في السيار، ما عاودش طحنتو انايا، خليته كيما هكا. قلت ندير باش تحليه للدراري. ديري نسحقوا فيها 2 حبات بيض، و من الأحسن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ونحتاجو فيها مكونات تاعها بسيطة ماشي مكلفة اللي توجديها دايما في الدار. نحتاجو كاس حليب، قدرت تستغني على كاس تاع الحليب ديري في بلاصتو كاس تاع جو ولا كاس تاع ما اختياري. وعندنا نصف كاس تاع سكر، درت نص كاس تاع سكر برك خاطر راح نديرو الشربات وباش نقصو من الحلاوه باش ما يجيناش فيها السكر بزاف. الاولى نديرو البيض مع السكر نخلطوهم مليح، ودرت معاهم انايا درتها بذوق البيستاش. درتها درت كميه من ذوق البيستاش يتباع في المحلات. درت شويه ذوق بيستاش مع السكر والبيض، خلطتهم مليح، ومن بعد زدت لهم كاس تاع الحليب كاس معمر. وكما قلت لكم اختياري، تبغوا ديروا حليب تبغوا ديروا ما تبغوا ديري كاس جو الا كان عندك جو ولا كاجور هي تخرج. خلطوهم مليح ومن بعد نزيدوا لهم كاس الا ربع تاع زيت، نضيفوا غير بشويه نقعدوا نخلطوا ونزيدوا في الزيت. كمية الزيت غير باش تجينا طرية، ماشي شرط تعمري كاس معمر خاطر راح نشربوها. انايا درت هنايا 3/4 الكاس تاع زيت، ونخلطو مليح مليح. من بعد زدت كاس تاع كاوكاو مطحون. كاس تاع الكاوكاو مطحون هذاك اختياري، الا كان عندك كاوكاو مطحون ديري كاوكاو مطحون، ما كانش عندك كاوكاو مطحون ديري غير عاودي داك الكاس عاوديه نواة كوكو ولا خبز يابس كيما حبيتي. كيما كنت تشوفوا انا زدت هنايا كاس تاع كاوكاو مطحون، وزدت معاه 2 أكياس تاع خميرة كيميائية، ونواصل نخلط كلش مليح. ومن بعد نبدا نضيف الخبز اليابس هذاك اللي مطحون. ضفت انا هنايا 2 كيسان ونص. نعاود لكم المقادير: عندنا 2 حبات بيض، كاس حليب، نص كاس سكر، عندنا ذوق كيما الاذواق كيما تحبوا. انا درت ذوق البيستاش، 2 خميرة كيميائية، كاس تاع كاوكاو، و2 كيسان ونص تاع خبز لاشابلير تاع خبز يابس. بعد ما خلطناهم مليح ندهنوا الصينيه تاعنا بالمارغرين ونعاودو نفرغوا فيها الخليط، نسووها مليح ونديروها طيب. درجة حرارة تاع الفرن تكون 180 حتى 160. نقسيله وخليه يطيب فيه غرضو باش ما تنفدخش، باش طيب لك مليحه. كي تشوفيها نشفت كاع من التحت عاودي شعليها من الفوق تحمار شويه وطفي عليها. هي تشد هي شويه تشد طياب غير من فيها الحليب. صبري لها غير بشويه باش تطيب لك غايه وتطلع. نحتاجوه للشربات، نحتاجو كاس تاع سكر و2 كيسان تاع ما وشويه ليم. وعندك اختياري، تبغي تزيدي هذاك الذوق اللي درتيه في العجين كي يطيب لك الشربات وتوجد وتطفي عليها الغاز زيدي لها الذوق. كيما انايا هنايا هذا الشربات راح نزيد لها ذوق البن، ذوق البيستاش. تقدري ديري بندق، تقدري ديري لوز، تقدري الذوق اللي يعجبك ديريه. انا هنايا دراري يبغوا الذوق تاع البيستاش وثاني يعطي لون شباب، الاخضر هذاك يعطي لون شباب، هيا نبدلو لهم. نديريه فوق الغاز تغلى 10 دقائق، طفي عليها. كي طفي عليها عاده ديري لها الذوق تاع البيستاش كيما درت انا. هنايا جبت شويه تاع بيستاش فتتها غير التزيين شغل باش ترد على اللون تاع تجي عندها علاقه مع التزيين، عنده علاقه مع اللون تاع
الخبز البابا اللي خادمينها. هنا بعد ما طابت خليها تحمر تحميره شابه، ايا من بعد سقيها بالشربت، خليها تبرد شويه وقسميها وقدميها بالصحه والعافيه. شوفي هذه الوصفه تنفعك في السهره تاع رمضان، تنفعك هكا حشيه باش ديريها قهوه تاع العصر، جوك ضياف على غفله وما عندكش الفارينه طقي ديريها. هي سهله واقتصاديه، وثانيا نحتفظوا بها على الخبز، ما نضلوش نقيسوا الخبز بزاف، ونحمدوا ربي على النعم تاعو. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم هذه الوصفه، هذه كتتبيره للخبز هذاك اللي الفوقاني اللي يبقى لنا من الاشراف اللي راكي نطحنوا. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وان شاء الله يا ربي تكون عوده موفقه لنا فيديوهات جديده، وما تنساوناش بالجام والبارطاج باش تعاود تتنشط القناه تاعنا باذن الله. وراح نواصلوا باذن الله مادام رمضان قريب. وانا درت قاعده في القناه تاعي، ما راحش ندير لكم، كي نحس حاجه بلي راح تفيدكم وما راحش تحسسكم باللي بالضغط، راح نديرها لكم كتدابير خياطه اي حاجه. ان شاء الله الا عجبتكم هذه الفكره خلوا لي تعليق باش نواصل في هذا المجال، خاطر قنوات الطبخ راهم بزاف والمنافسه راهي بزاف، وانا مانيش حابه ننافس، راني حابه نمد حاجه تفيد الناس كيما هذه. اي وحده بقى لها خبز يابس وما صابت ما دير به قادره تفرح به ولادها. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، ومع السلامه في فيديو اخر. ما تنسونيش بالدعم، مع السلامه.